فوائد القراءة. لما تسأل حد هي ليه القراءة مهمة، أحيانا مبقاش قادر إن هو يستحضر رد على الموضوع ده. ممكن في نهاية حلوة، هي كلنا عارفين إنها حلوة بس محدش بيعملها. تمام، خليني أخد الموضوع من زاوية تانية. هل صدفة إن الأثرياء والCEOs أو المديرين التنفيذيين للشركات والناجحين والناس المبدعين في مجالاتهم الشيء المشترك ما بينهم كلهم إنهم بيقرأوا وبيقرأوا كتير؟ يعني somehow أو بطريقة ما ده يوجه البوصلة بتاعتك كده تجاه حاجة، يعني اقرأ. وكنوع من تشجيعك على القراءة بيبقى مهم جدا انك تعرف فوائد القراءة علشان تتشجع انك تقرأ يعني. ويكفي انك تروح تعمل بحث على جوجل فوائد القراءة، هتلاقي مئات بل الاف المقالات اللي بتعد لك الفوائد المهمة جدا والعظيمة جدا للقراءة. لكن اختصارا كده احنا هنقول لك 4 بس، يمكن هم دول 4 المهمين من وجهة نظري. اول فايدة ان القراءة ستجعلك اكثر ذكاء. انت لما بتقرأ بتكتسب كمية كبيرة جدا من المعلومات، والمعلومات دي بتتخزن في دماغك على هيئة وصلات ما بين الخلايا العصبية أو النيورونز. وكل ما زادت الوصلات ما بين الخلايا العصبية في دماغك وكل ما كانت أكثر تعقيدا كلما ازدادت ذكاء. الفايدة الثانية ان القراءة هتزود كاريزمتك. يعني بتشوف فيديوهات كتيرة جدا على يوتيوب ازاي تزود كاريزمتك، ازاي تقف عشان تبقى شخص كاريزماتيك، ازاي تلبس بشكل معين علشان كاريزمتك تعلى، ازاي تتكلم بشكل معين، ايه المصطلحات اللي تستخدمها وهكذا. ولكن لحد ما ده بيركز على الكاريزما السطحية اللي هو السطح فقط، ولكن المضمون هو في حين ان القراءة فعلا هتخليك شخص كاريزماتيك، هتخليك شخص مثير للاهتمام. وده لان القراءة بتكسبك الكثير من اللغويات والمصطلحات والمفاهيم، وقدرتك على الربط ما بين المعلومات والحاجات اللي انت بتقرأ عنها بشكل ما بتخليك قادر انك تجري حوار ثري جدا مع اي حد، او ان اي حد يتكلم معاك تلاقيه مستمتع ومستفيد ويحب ان هو يسألك عن الحاجات ديت ويحب ان هو يتكلم معاك. فبالنسبة لي ده تعريف الكاريزما. الفائدة الثالثة هو تمرين كويس جدا لدماغك على التركيز. يعني دلوقتي الاتنشن سبان او وقت التركيز بتاع الشخص العادي عمال ينزل من عدة دقائق وربما يصل قريبا لعدة ثواني إذ لم يكن قد وصل فعلا لهذا القدر. الناس مش قادرة تركز على حاجة. عقلية المونكي مايند أو فكرة إن دماغك عامل زي القرد اللي بيتنقل من فكرة لفكرة، أو زي القرد اللي بيتنقل من شجرة لشجرة. يعني ما أنتش قادر تركز على فكرة معينة. حتى ممكن تكون حصل لك الموقف ده إنك وأنت بتتكلم مع حد صاحبك في موضوع ما فجأة لقيتك بتتكلم عن موضوع تاني لمجرد ان هو جه في دماغك فجأة، فانت ذات نفسك ممكن تستغرب وانا ايه اللي جابني للكلام عن الموضوع ده طبعا بيحصل بسبب التعرض بشكل شبه دائم للمنصات المختلفة، السوشيال ميديا اللي بتعرضك لمواضيع او افكار مختلفة عن بعضها بشكل سريع جدا جدا، تنتقل من حاجة كويسة لحاجة وحشة، من حاجة مفرحة لحاجة محزنة، من حاجة عميقة لحاجة سطحية، فبتلاقيك ان انت مش قادر تركز فعلا. القراءة الى حد ما بتعادل هذا التأثير السيء، لانك لما بتقرأ في حاجة وتندمج فيها فعلا انت ممكن تسرح وتنعزل او تنفصل عن العالم اللي انت عايش فيه وتنغمس في العالم اللي انت بتقرأ عنه. في حاجة زي ديت وزيادة قدرتك على التركيز والتفكير او العمل على حاجة لمدة زمنية طويلة بدون تشتيت، ده هيؤدي في النهاية لزيادة ابداعك والكرياتيفيتي بتاعتك. واخيرا وليس اخيرا الفائدة الرابعة ان القراءة بتساعدك على التغير للأحسن بشكل سريع. انا عندي قناعة راسخة جدا ان القراءة هي اكتر حاجة بتساعدك انك تتغير للأحسن أو تقلع عن حاجة سيئة أنت بتعملها. أي نعم الفيديوهات أو الأفلام بيكون لها تأثير قوي جدا عليك، بس غالبا بتكون للأسوأ بشكل ما ولكن القراءة لا، تأثيرها بيكون أعمق وغالبا بيكون للأحسن. يعني خلينا أدي لك مثال يوضح لك الموضوع ده. أنا من فترة طويلة كنت بعمل بيزنس كونسلتنج أو استشارة في الشغل، وكل الناس كانوا بيقولوا لي أنت لازم تخلي حد يمنتج لك الفيديوهات وتركز على حاجة تانية. فأنا كنت خايف جدا من الخطوة ديت، وكنت شايف مفيش حد هيقدر يطلع الفيديوهات زي ما أنا عايزها. يعني أنا كنت مقتنع جدا بكلام البيزنس كونسلتنت دول، لكن مش قادر أخد الخطوة لحد ما قرأت كتاب The 4-Hour Work Week لتيم فيريس، وبصراحة يعني اداني الشجاعة إن أنا أجرب الخطوة ديت، وأنا سعيد جدا إن أنا خدتها. فالقراءة لها الأثر ده على الناس إنها بتساعدك إنك تتغير بشكل أسرع.